قالت تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال هدد بترك معسكر فريقه في كأس العالم بسبب الاستبعاد من لقاء سويسرا. ووضع فرناندو سانتوس مدرب البرتغال لاعبه الأسطوري رونالدو على مقاعد البدلاء في فوز برازيل أوروبا الساحق ب6-1 على سويسرا في ثمن نهائي كأس العالم يوم الثلاثاء الماضي. وذكرت صحيفة برتغالية في تقرير لها أن رونالدو هدد بترك معسكر بلاده في كأس العالم بسبب استبعاده من لقاء سويسرا. وأفاد المصدر بأن رونالدو هدأ لاحقا واستقر على البقاء بين صفوف الفريق في قطر. وبحسب الصحيفة فإن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم نفى تماما وجود أي تهديد من جانب رونالدو للمسؤولين في بلاده بترك المعسكر. وانتشرت تقارير تفيد بأن رونالدو دخل في مشادة مع مدربه المخضرم سانتوس بسبب استبداله في لقاء كوريا الجنوبية في ختام دور المجموعات، لكن رونالدو صرح بأنه لم يكن يقصد مدربه عند خروجه في حالة غضب من أرض الملعب آنذاك، لكنه دخل في مشادة مع أحد لاعبي الفريق الآسيوي. ويستعد رفاق كريستيانو رونالدو لمواجهة مرتقبة يوم السبت المقبل ضد المغرب في ربع نهائي كأس العالم، أملا في حجز مقعد بالمربع الذهبي لأول مرة منذ 2006.